السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله، مع فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادي نشارك معكم من خلالها واحد الصوبة اللي كتكون بسيطة ولكن القيمة الغذائية ديالها كبيرة، وحتى اللذة كتكون لذيذة وزوينة. بالنسبة اللي ما تياكلوش لي الدراري الخضار، تقدري ديري لهم هاد الشوربة، ما غاديش يعرفوا واش فيها الخضار حيت كطحني كل شيء وكتجي على شكل حساء او شوربه هكايا، غادي تجي لذيذه وزوينه، غادي يشربوها لك. كيف كتشوفوا انا عندي في الخضار، عندي مطيشه وحده، عندي 3 الجزرات او خيزو غير صغار نجرتهم، عندي 2 كورجيت او القرع الاخضر، عندي 4 البطاطات غير صغيورين، وممكن تستغني على بطاطا اللي ما تيبيش تكون الصوبة عنده ثقيله، بغاها خفيفه تستغني على بطاطا. وعندي 2 بصلات حريف او البصله الخضاريه كيف كنقولوا. ممكن تضيفي القرع الاحمر حتى هو مفيد للدراري الصغار. ممكن تضيفي هذاك ليشو او المكور كيف كنقولوا، يعني الخضر كيبقى على حساب الاختيار ديالك. صافي كيف كتشوفوا انا خديت طنجره وكنقرد فيها هذوك الخضار ديالي، كنقطعهم بشكل عشوائي، ماشي شرط نقادهم او حيت في الاخر غادي يطحنوا ماشي مشكل. مطيشه كنديرها بالقشور ديالها، كنحيد لها غير ديك النباته ديالها وكنديرها بالقشور ديالها باش تعطيني اللون في هذيك الشوربه ديالي، تجيني شويه فيها اللون. وحتى القشور ديال المطيشه راه مفيدين، غير تنغسلوها، ما كاينش زعما علاش نقشروها. صافي غادي نستمر هكاك حتى نقطع كاع ديك الخضره اللي عندي، غير جربوها راه كتجي لذيذه وزوينه نحتاجوها بحكايه في هاد البرد في العشاء، بحكا كنبغوا شي حاجه تكون سخونه وسريعه دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت كتير. صافي من بعد ما قطعت هذيك الخضره ضفت عليها العدس، العدس الاحمر البنات انا استعملت هنا رابعه، يعني زلافه عامره، وكيبقى القياس على حسب عدد الاشخاص اللي عندك. هاد الكميه البنات اللي استعملت انا راه كتخرج تبارك الله ماشي. صافي ضفت عليها واحد نص معلقه ديال الملح، والملح كتبقى على حسب الذوق حتى الاخر وكنذوقوا الملح ماشي مشكل. وضفت عليها واحد نص معلقه ديال الابزار وصافي، وغادي نضيف عليها تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت العود وربع كاس ديال الزيت ليسيور او زيت المائده، ممكن ديري غير الزيت العود باش تكون صحيه اكثر. صافي غادي نردها فوق البوطه تشحر واحد شويه، تشحر ليا ديك الخضر مع بعضياتها في ديك الزويته وديك العطريه. هاد الشربه راه كيف شفتوا ما كتحتاجش العطريه، درنا غير الابزار والملحه صافي. صافي غنردها تشحر ليا واحد شويه بحال 5 دقائق نشحروها ونبقاو نخلطوها باش ما يلصقش ليا داكشي. مني كتشحر بحال هكا الخضره مع بعضياتها راه كتجي فيها واحد اللذه مختلفه. صافي من بعد ما تشحرات انا ضفت ليها الماء، ضفت لها تقريبا اطر ونص ديال الماء. يلا غتجيني هي هذيك، شفتوا مني شحرنا راه طلقات لينا واحد اللون، حيت البنات حتى اللون ديال الشوربه كيف كيقولوا العين كتاكل قبل يعني حتى اللون كيلعب دور. انايا من بعد ما طابت خديت هذاك الميكسور وضربتها في الخضر ديالي والعدس، طحنتهم في نفس الطنجره. الا ما عندكش هذا الميكسور ممكن تخليها حتى تبرد وطحنيها في الخلاط الكهربائي، ولكن خصها حتى تبرد. صافي من بعد ما طحنتها غادي نردوها تطبخ واحد شويه. من بعد ما خليتها طبخات لي واحد 5 دقائق
تنسجم مع بعضياتها حيت طحناها. نردوها حتى تنسجم واحد شويه. هانتوما كيف كتشوفوا القوام ديالها كي داير. صافي خليتها على جنب، وهنا خديت واحد المقله درت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده دابت، ودرت فيها واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الزعتر، حكيتها بين يديا وصافي كنخلطها مع ديك الزبده. هنا كنت كنخلط بالفورشيط ما خلطاتش ليا. خديت معلقه وغادي ندير هذاك الزعتر نخليه تشحر ليا شويه مع ديك الزبده باش يطلق ديك النسمه ديالو في الزبده. من بعد البنات انايا الباريزيان عندي غير باريزيان كيكون بايت ماشي مشكل، ما بغيتيش كديري ليه الطريقه. كيجي كمرافقه مع الصوبه، كيجي لذيذ وزوين بديك الزبده والزعتر. انا قطعته دوائر بحال هكا ودرتو يتحمر ليا في ديك الزبده والزعتر يدير يمتص لنا ديك النسمه ديال الزعتر. جربوا حتى هذا البنات، راه كيجي زوين هذا الباريزيان مع الزبده والزعتر، كيجي لذيذ وزوين ومقرمش. داكشي علاش كنرافقوه مع الصوبه كيجي زوين. ها هو الشكل النهائي ديال ديك الصوبه ديالي كيف كتجي. كيجي اللون ديالها زوين وكتجي حتى القوام ديالها كريمي وزوين، وداك الخبيز اللي درنا في الزبده والزعتر. وكنقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى تقبلوا عليا، وكنقول لكم تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.